يا صباح الفل، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله انا هتكلم عن موضوع كده مثير للجدل، وانا ما بحبش اتكلم فيه وما بحبش ابدي هذه الاراء العنصريه التي بها تمييز تجاه الجندر او تجاه النوع، اللي هو الطب مش للبنات والهندسه للولاد والتمريض مش للولاد وايه كمان، ها، والتخصص ده مش للبنات. الحاجات دي كلها انا ما بحبهاش، ولكن عشان بس الكومنتس اللي بتجيلي بتقول دكتور انا بنت، هل انا هفضل طول عمري بشتغل؟ دكتور انا هفضل طول عمري بذاكر؟ دكتور هل الطب عامة مناسب ليا كبنت؟ بس فانا في الفيديو ده هتكلم او هجاوب عن السؤال ده: هل الطب مناسب للبنات؟ مناسب للولاد؟ عشان انا مش بميز. هل هو الطب عامة في الحياة مناسب؟ هو والله مش مناسب لأي حد، بس يعني خلينا ماشيين مع بعض وايه ونجاوب على السؤال. طيب، يعني ايه تعريف مناسب؟ يعني مثلا عدد الساعات بتاعت الشغل، مثلا القيمة المردودة إليك بعد التخرج من حيث المرتب، أو من حيث نفسيا إن أنت بتساعد عيان، أو من حيث الريورد إن أنت بقيت يعني من أعلى كلية في مصر، يعني دي أكبر أعلى كلية في المجموع، يعني خلينا صريحين. هو ده اللي مناسب؟ يعني هي دي المقاييس بتاعتك ولا ايه المقاييس بتاعتك؟ يبقى دي أول حاجة، لازم إن أنت تبقى عارف ايه المقاييس بتاعت المناسب والغير مناسب. تمام. انا في الفيديو ده هقول عدد ساعات العمل بتاعه الدكتور، خلاص. هقول هل في تخصصات ساعات العمل بتبقى اقل شويه فبالتالي تبقى مناسبه اكتر للست اللي هي ناويه ان شاء الله انها تتجوز او تجيب اولاد او تبقى اسرتها هي رقم واحد او الحاجات دي، ولا لا؟ طيب اللي عايزه تتجوز وتجيب اولاد وبرضه حابه الطب وحابه ان كاريرها يبقى فولفيلد وحابه ان كاريرها يبقى ممتلئ بالانجازات العظيمه، تعمل ايه؟ برضه هتكلم في الفيديو ده. على حسب إحصائية الإحصاء والتعبئة، المركز بتاع مصر اللي هو بيعد كل حاجة في الحياة ده، قايل والله إنه عدد الخريجين من كليات الطب الحكومية تقريبا البنات أكتر من الولاد أصلا. يعني خلينا أجيب لكم النمرة بالظبط، الرقم بالظبط. فسنة 2022 عدد الذكور اللي اتخرجوا من كلية الطب 5969، وعدد الإناث اللي تخرجوا من كلية الطب 7198، يعني حوالي في 1200 بنت دكتورة زيادة. وأنا دفعتي كنا تلتين بنات وتلت ولاد بصراحة. فحكاية إنه الطب مش للبنات، والله أنا مش شايفة إن ده اللي بيحصل في أرض الواقع. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة، الطب مش للبنات. والله الطب لأي حد، أي حد عايز يتبهدل يتفضل يجي يتبهدل عندنا في طب. يعني هو الوضع يعني لو هو اختار انه يشتغل تخصص زي الجراحة او البطنة مبيبقاش آدمي بصراحة، لا آدمي للبنت ولا الولد الحقيقة، يعني عشان ما نجملش الأمور. بيبقى شيء مؤقت، ده لأجل التعليم، هي فترة وهتعدي، ولكن ده على الولد وعلى البنت ما يعني وضع ما اتمناهوش والله لأي حد. طيب هل في تخصصات جوه كلية الطب شغلها اقل شويه ما فيهاش البهدله اللي احنا بنسمع عنها والنبطشيات اللي هي 36 ساعه و48 ساعه والكلام ده؟ طبعا فيه، وهو ده اللي هنتكلم فيه. في تخصصات اسمها تخصصات اكاديميه. التخصصات الاكاديميه يعني هنمشي من اريح حاجه لايه، لاوحش حاجه مريحه، فاهماني؟ طيب التخصصات الاكاديميه دي عباره عن ايه؟ اللي هي العلوم الاساسيه للطبيب اللي بيدرسها اول سنتين او اول سنتين ونص. طيب اللي هم ايه؟ اللي هم زي الفسيولوجي، اللي هو البني ادم عامه بيفانكشن ازاي، التشريح، الهيستولوجي، الكلام ده. الاكاديمي ده تدريس فقط، انت ما بتمارسش الطب مع عيان، انت بتدرس للطلبه وممكن تعمل ريسيرش، ممكن تعمل ابحاث. يبقى ده اول جزء من التخصصات السهله. ليه سهله بقى؟ لان هو الشغل بيبقى 4 ايام في الاسبوع ماكسيموم، 5 ايام. مواعيد العمل من 8 الصبح مثلا لحد 3 بالكتير، برضه على حسب انت كليتك ومحافظتك ايه. عندنا في اسماعيليه من 9 ل 3 بس. خلصت شغل بتروح، مفيش حاجه اكتر من كده. مفيش نبطشيات، مفيش بيات، مفيش بقى الحاجات بتاعت الايه، المستشفى. لا مفيش مستشفى، انت يا دوب بتدرس في الكليه، فانت الى حد ما موظف. في تخصصات اللي هي اكاديميه بس في النص، مش تدريس وابحاث فقط، ولكن بتتعامل مع عيان، في فرصه انك تتعامل مع عيان. زي التخصص بتاعي، انا دكتوره باثولوجي. الباثولوجي بحلل انسجه، الانسجه دي ما هي بتاعت مين؟ ما هي بتاعت العيان. فبالتالي
انا بنزل المستشفى بجانب النزول للكليه للتدريس، يعني بنزل ادرس يومين وبنزل المستشفى يوم او يومين على حسب جدولي وعلى حسب انا بقالي كام سنه في القسم وكده. كويس. فالباثولوجي من التخصصات اللي انا شايفاها الورك لايف بالانس بتاعها كويس، يعني في مجال للراحه وفي مجال للشغل، والشغل قريب بالطب برضو شويه. برضو عدد ايام العمل 4-5 ايام على حسب المكان اللي انت شغال فيه، من 9 ل3 على حسب المكان اللي انت شغال فيه. هو مفيش نبطشيات. في تخصصات شبه الباثولوجي في جامعات اخرى، وعندنا برضو احيانا زي البايوكيمستري او الميكروبيولوجي، بحيث انه ايه التخصصات دي برضو ممكن يفتح عيادة او ممكن يفتح معمل، والباثولوجي ممكن يفتح معمل. فبالتالي هو ما اندرجش تحت فكرة التدريس فقط او فكرة الريسيرش فقط، لا هو ممكن يشتغل براكتيكال الحاجة اللي هو بيذاكرها. طيب نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي التخصصات اللي هي اكلينيكيه بحته، ولكن شغلها الى حد ما كويس، ما فيهوش نبطشيات. طب اللي هم مين؟ المعروفين جدا، الرمد الجلديه، الانف واذن، احيانا الاشعه برضو فيهم نبطشيات، ولكن مش بالكم اللي بيبقى في الاسبوع كتير. يعني يوم هتقعد نبطشيه، اليوم التاني هتروح مثلا. الشغل الورك لود بيبقى اقل. يعني انت برضو فكر كده، الطوارئ كام عيان هيجي الطوارئ عينه فيها مشكله او جلده فيه مشكله؟ يعني كام عيان طوارئ في التخصصات دي؟ قليل. يمكن النبطشيه كلها ما تعدي ومفيش ولا عيان جه. فبالتالي التخصصات اللي هي النبطشيات بتاعتها بتاعت الطوارئ بالذات مش كريتيكال، مش كريتيكال، يعني مفيش عيانين كتير قوي بيجوا، هم دول. على عكس النساء مثلا، لا نبطشيه الطوارئ بتاعت النساء ستات داخله وستات خارجه، نفس الكلام البطنه، نفس الكلام الجراحه. دي تخصصات صعبه، يعني محتاجه شغل ومحتاجه عزيمه و. طيب انت بقى دماغك راكبه ومالكيش دعوه بالمجتمع وما يمليه عليك المجتمع، واصريتي ان انت تخشي تخصص انت عايزاه، سي عظام، سي جراحه عامه. هل مفيش بنات في العظام او في الجراحه العامه؟ في. وانا شخصيا اعرف كذا دكتوره، اعرف دكتوره عظام، ودي مثلا انا شايفاها بجد رول موديل في اللي بيبقى عنده حلم وبيحققه. دي من وهي في امتياز بتحضر في تخصص العظام، ودلوقتي خلاص يعني بقت في العظم بتاع يعني بقت في تخصص العظام في مستشفى الجامعه، ومدرس مساعد قد الدنيا. فاللي عايز يعمل حاجه بيعمل. طيب فرضا وانت عندك اسره واطفال وعايزه ان انت تاخدي تخصص برضو يبقى فيه يعني ايه نبايات ونبطشيات وبتاع، خلينا برضو نرجع لارض الواقع. المعادله دي بتبقى صعبه شويه، ولكن مع مساعده الاخرين الدنيا بتمشي. يعني اول 3-4 سنين هم دول اللي بيبقوا صعبين. فانت عندك اوبشن، يا اما مثلا الخطط دي كلها تتاجل الى ما تخلصي 3-4 سنين، او ان انت تتجوزي وتعيشي حياتك عادي ويبقى في مساعده. معنى المساعده ايه؟ ماما تشيل او حماتك تشيل او تجيبي حد يشيل او اختك تشيل الوقت اللي انت في النبطشيه لحد ما جدولك يتحسن وتبداي انت بقى تشيلي شيلتك. انما لو انت مصره على الكارير لازم حد هيساعد معاكي، لازم ضروري حد هيساعد معاكي، غير كده عمرها ما هتحصل، مستحيل. فكل حاجه ممكن تتعمل بس بمعطيات تساعدنا انها تتعمل. في دكاتره قلب زي الفل بنات، وفي دكاتره عظام زي الفل بنات، وفي دكاتره جراحه زي الفل بنات. هتقولوا لي يعني هي التخصصات خلصت، ما بقاش غير يعني ما فضلش غير العظام اللي ممكن بنت تاخدها؟ هقول لك حاجه بسيطه، لو واحده ست مش عايزه راجل يكشف عليها، مش ده حقها؟ مش انا ممكن ابقى عايزه ست بس اللي تكشف عليا؟ ادي الجراحه العامه، دكاتره بنات زي الفل بيشتغلوا مع ستات، العظام نفس الكلام. فبالعكس يبقى في تنوع، ده في الاخر يعني اقرب لتحقيق المعادله الجيده للرعايه الصحيه الكويسه. وعايزه افاجئك يعني واقول لك ان الستات في الطب مش هقول اشطر، ولكن هيقول ان هم بيعاملوا عيانينهم بلطف اكتر وبرعايه اكتر. وده مش كلامي انا، ده كلام احصائيات عالميه. لما شافوا شغل الستات مقابل شغل الرجاله، وده هنعمل له فيديو تاني مخصوص مين اشطر يعني، ولو انا برضو ما بحبش الكلام ده بس يعني بنحب نثير الجدل. لقينا انه هم لقوا يعني انه الست بتدي كير احسن من الدكتور الراجل. فاتمنى ان انت يعني او انتي ما تفكريش بهذه الطريقه، وشوفي انت عايزه ايه، وشوفي المعطيات اللي عندك هتساعدك لهذا الهدف ولا لا، واتكلي على الله. بس كده.
واشوفكم الفيديو الجاي.